السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح ندير اليوم غريبية الكاوكاو مع بعضنا. شوفوا المقادير. عندي كيلة كاوكاو محمص ومرحي، كيلة تاع السمن على درجة الحرارة المطبخ، وعندي كيلة تاع سكر قلاص. وشنو أنا نقصت باسكو ما نحبهاش حلوة بزاف، درت 4 كيلة. راح نحط السمن مع السكر ونضربهم بالباتور ونضعوا نشوفوا الأسود إن شاء الله. دونك شوفوا هنا كيفاه لازم نضربوها بالفوي حتى تولي على الشكل هذا. هنا نضيفوا الكاوكاو الماحي ومحمص. دونك قلنا كيلة. هنا بعد ما خلطنا هذاك الكاوكاو مع الخليط تاع السكر والسمن، راح نضيفوا لهنا نبداو نشيحوا بالفارينه. الفارينه لهنا انا درت بنفس الكيلة، درت 2 كيلات فرينة، وطبعا على حساب النوعية تاع الدقيق الأبيض أو الفرينة. نبقاو نخلطو، بعد نستعملوا اليد من الأحسن. طبعا ما نساوش نضيفوا مع الدقيق الأبيض ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. دونك هنا دات لي باش تلمت مقدار 2 أو 2 كيلات من الدقيق الأبيض. وهنا تخدميهم، انا هنا خلطتهم بالمغيز ومن بعد عاودتهم دخلتهم بيدي، لميتها كامل بيدي. بالنسبه للقوام المطلوب باش تحصلوا عليها بعد ما شيحتوها، هي كتر ديال العجينه ما تلصقش في يدك. شوفي كيما هنا انا رفدت ان مورسو، قطعه من العجين، وشوفوا كيفاه ما تلصقش في يدي. دونك هذا هو القوام المطلوب. نطلقوها درك، نحاولوا نطلقوها، نديروا لها ساشي من تحت ونديروا لها من فوق ساشي ونطلقوها، ونديروا الاشكال تاع اللي تخرج عليك الطابع اللي عندك. انا اخترت الشكل هذا. الحين نحطهم في الفرن، لكن بعد ما قبل ما نحطهم في الفرن راح ندهنهم بقليل من بياض البيض، وندردر عليهم كاوكاو محمص ومرحي. حبيتي ديري كونكاسي، حبيتي ديري رطب كما حبيتي. دونك ونحطهم في الفرن على درجة 170 درجة لمدة 10 دقائق، طبعا على حسب نوعية الفرن. كي تشوفي الحرارة بداو يحمروا لتما تخرجي الغريبية تاعك. نشوفوها اذا كيف خرجت لنا من الفرن بعد ما كملت الطياب تاعها. فوالا هذه هي الغريبية تاعنا بعد ما طابت. كاين اللي يحبوا يديروا مشاريع، تقدري ديري هاد الغريبية وديريها كمشروع تبيعيها، راهي مربحة ويقصدوها الناس. اذا هذه هي الوصفة تاع اليوم. شكرا للمتابعة.